في هنا سؤال بيطرح نفسه، هو العالم بيعيش حاليا أزمة مالية؟ هقول لك مش بالضبط، مش أزمة مالية زي اللي كانت في 2008، لكن في مخاطر كبيرة، وبعض المحللين بيقولوا إننا في وضع هش وممكن نواجه أزمة مالية أو اقتصادية مهمة. وده تحليل مبني على ما يقوله الخبراء مع بعض النقاط التي تدعم المخاوف، وأيضا ما يقلل من احتمالية أكبر أزمة في التاريخ. إيه هي الأسباب اللي تخلي الواحد خايف؟ أول شيء ارتفاع الدين العالمي، كل لما الدين العالمي يزيد لازم تخاف. في تحذير من مؤسسات دولية مثل جهات تحليلية من أن الديون السيادية الدولية مرتفعة جدا، ما يضع ضغوطا على الحكومات وقدرتها على التمويل إذا ارتفعت الفوائد أو تراجعت الإيرادات. وهذا هو فخ الديون، يمكن أن يؤدي إلى أزمات مالية إذا لم تعمل الإدارة المالية بشكل جيد. تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، صندوق النقد الدولي بيقول إن آفاق الاقتصاد العالمي تتغير، وأن هناك قوة معقدة تؤثر على النمو العالمي أقل ما كان متوقع، وده ممكن يقلل من قدرة الدول على تحمل ديونها أو دفع الفوائد. مخاطر في النظام المصرفي الأمريكي، هناك تقارير عن موجة اضطرابات مالية في البنوك الأمريكية، وبعض التحليلات بتقول إن بعض القروض قد تكون متعثرة إذا استمرت هذه المشاكل. قد يكون هناك تأثير على النظام المالي الأوسع، لأن الاقتصاد الأمريكي له دور محوري عالمي. فقاعات استثمار في الذكاء الاصطناعي، بعض الخبراء بيقولوا إن النمو السريع جدا في الاستثمار في الذكاء الصناعي يشبه فقاعات سابقة مثل فقاعة الإنترنت، وقد يكون هناك تصحيح قريب. وهذا النوع من الفقاعات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في بعض الأصول لو المستثمرين فرطوا في التقييمات. في مخاطر جيوسياسية، التوترات اللي هي الجيوسياسية بين الدول الكبرى زي الولايات المتحدة مثلا والصين، دي بتزيد من عدم اليقين ما قد يفاقم الأزمات المالية إذا حدث صدمة اقتصادية أو تمويلية. بعض الكتاب يرون أن السياسات الضريبية أو التجارية قد تؤدي إلى ضعف في السوق العالمي. طيب، ما هي العوامل التي تخفف من احتمالية أزمة عالمية ضخمة الآن؟ صندوق النقد الدولي بيقول هبوطا هادئا وليس انهيارا مفاجئا، يعني مش نزول زي 2008، لكن هو هبوط شوية بشوية، بمعنى ان المخاطر موجودة لكن السيناريو الأسوأ ليس محتملا بالضرورة. إذا كان هناك إدارة سليمة، بعض منظمات مثل صندوق النقد تدعو الدول لبناء وسائد مالية احتياط مالي لمواجهة الأزمات، وده بيدل على أنهم يرون إمكانية احتواء المخاطر إذا اتخذت الإجراءات. ليس كل الدول متماثلة، يعني كل الدول مش زي بعض. بعض الاقتصادات قد تكون أكثر هشاشة وذات ديون عالية أو نظام مالي ضعيف، لكن في بلدان تانية تتحمل الضغوط بشكل كبير، عندها اقتصاد قوي وعندها مخزون استراتيجي. الخلاصة، نعم، هناك مخاطر مالية واقتصادية كبيرة في العالم الآن، وهذه المخاطر لا ينبغي تجاهلها، لكن نقول أننا بلا شك داخل أكبر أزمة مالية في التاريخ. قد يكون مبالغة في هذه المرحلة، ولكن لا يزال هناك سيناريوهات متعددة، وبعضها يمكن أن يؤدي إلى أزمة، والبعض الآخر قد يكون هبوطا هادئا أو أزمة جزئية. من المهم متابعة مؤشرات مثل الديون العامة، النمو الاقتصادي، حالة البنوك الكبرى، وكذلك سياسات الحكومات والبنوك المركزية، لأنها ستكون عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت المخاطر تتحول إلى أزمة كبيرة أم لا. دمتم بخير، في أمان الله.